صباح الخير بالليل على حسب توقيتكم. وصفتنا النهاردة بقى هي الفراخ المشوية في الفرن، وكمان معاها الخضار المشوي. بجد لذيذة وسهلة، وكمان التتبيلة بتاعتها خطيرة جدا جدا، هتعتمدوها لأي وصفات فراخ بعد كده. والفراخ دايبة جدا وشكلها بجد تحفة ويفتح النفس، والخضار مشوي ولذيذ جدا، وبجد بيبقى شكلها شيك جدا في العزومات وهتشرف اي حد. لو اول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هبدأ بيها هي التتبيلة. عندي معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر والفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة من البابريكا والكاري، ونص معلقة صغيرة من الحبهان المطحون وجوز الطيب، وكمان معلقة صغيرة من القرفة المطحونة والكزبرة، ومعلقة كبيرة من الملح. وممكن تستبدلوا بهارات الفراخ بمكعب مرق الدجاج. وباقي التتبيلة بقى عندي حبتين من الطماطم وحبتين وسط من البصل، وكمان شوية صغيرة جدا من البقدونس و3 فصوص من الثوم. هبدأ احط التوابل كده في الخلاط وعليها نص كوباية من المية، وبعدين هضيف الخضار كله كده في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. وهحط بقى معلقة كبيرة من الخل وربع كوباية من الزيت، وعليهم معلقة كبيرة من الليمون، وكمان معلقة كبيرة من الكاتشب. وده طبعا خطوة اختيارية، ممكن تستغنوا عنها لو مش متوفر عندكم الكاتشب، بس بيديها طعم كده لذيذ. وهنضرب بقى التتبيلة كلها كده مع بعض كويس جدا لحد ما تبقى معانا بالشكل ده. انا لقيت لونها فاتح شوية فزودت لها معلقتين من صلصة الطماطم او معجون الطماطم. بجد التتبيلة ريحتها جميلة جدا يا جماعة، ومفيش اسهل منها، سهلة جدا وبسيطة. انا بصراحة شلت منها شوية على جنب علشان لو احتجتهم اكمل بيهم، ولو ما احتجتهمش يفضلوا نضاف من غير ما يتصفوا. هبدأ بقى اجيب الفراخ واقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هعمل فيها فتحات كده في كل حتة علشان التتبيلة تدخل فيها كويس ويبقى طعمها حلو. وطبعا الفراخ لازم تكون مغسولة كويس جدا ومتنضفة كويس قبل ما نحطها في التتبيلة. وهنا بعد ما قطعتها من كل ناحية زي ما شفتوا كده، هبدأ بقى احط فيها التتبيلة في الفتحات اللي انا عملتها دي، وكمان من جوه ومن تحت الجلد. يعني هدخل التتبيلة في كل حتة كده على قد ما اقدر علشان تشرب من التتبيلة كويس. وطبعا يفضل لو نسيبها في التتبيلة تبات كده لحد الصبح، نجهزها من بالليل ونسيبها كده تبات لحد الصبح في التتبيلة، هتبقى لذيذة جدا جدا. اقل حاجة تسيبوها ساعتين في التتبيلة. وطبعا لو عندكم عزومة تقدروا برضو تحضروها من بالليل وتحطوها في التلاجة وهي متبلة كده، وتصحوا بقى الصبح تكملوها وتشووها، هتبقى لذيذة واحلى بكتير. اهم حاجة بقى نتأكد ان التتبيلة دخلت في كل حتة زي ما انتوا شايفين كده. بفتح اي جلد كده واحط فيه التتبيلة، وانا بصراحة سبتها ساعتين بس في التتبيلة لاني كنت مستعجلة عليها. ودلوقتي بقى هنحضر الخضار اللي هنحطه مع الفراخ. تقدروا بقى تحطوا اي نوع خضار تحبوه، بس مهم جدا بقى لما نقطع الخضار نقطعه تخين شوية، ما يكونش رفيع علشان ما يتهريش في قلب الصينية. وطبعا عشان الفراخ بتاخد وقت شوية في الفرن، انا ضفت لها بطاطس وبصل وفلفل رومي وتوم وجزر. وممكن بقى تضيفوا بسلة او كوسة او كمان فاصوليا، بيبقوا حلوين جدا والخضار بيبقى طعمه لذيذ قوي. ودلوقتي بقى حطيت عليها التتبيلة اللي فضلت من الفراخ، وكمان هحط عليها باقي التتبيله اللي كنت شايلاها على جنب علشان ما تتزفرش. لقيت ان انا محتاجاها فضفتها على الخضار وقلبته كويس كده علشان يتبل والتتبيله تتوزع عليه كويس. وهنبدا نظبط الخضار كده علشان نحط عليه الفراخ بعد ما سبتها في التتبيله ساعتين. وزي ما قلت لكم يفضل انها تبات في التتبيله ليله كامله. هجيبها كده احطها في الصينيه. الاول كنت هحطها على ظهرها وبعدين قلبتها على الناحيه التانية علشان الصدر بياخد وقت اطول في السوى، فخليته تحت علشان يستوي اسرع. وضفت بقى شوية فلفل اسود كده على الوش، بيدي ريحة حلوة جدا للفراخ. وهغطي بقى بورقة زبدة علشان الفراخ ما تلمس الفويل الألمونيا ويلزق فيها الجلد ومش هيبقى شكله حلو خالص. فحطيت ورقة زبدة وبعدين حطيت عليها الفويل الألمونيا وقفلتها كويس جدا، وادخلها بقى الفرن على اعلى درجة حرارة لمدة نص ساعة. وبعد نص ساعة ههدي النار ل180 واسيبها نص ساعة كمان. وبعدين هفتح عليها بقى واختبرها بالشوكة، لو دخلت بسهولة تبقى استوت معايا. وهجيب بقى الفرشة كده وادهنها من الصوص اللي تحتها علشان تتحمر معايا تحت الشواية. هفتح عليها الشواية
واسيبها بقى لحد ما تاخد لون زي ما انتوا شايفين. وبعد ما تاخد اللون ده هقلبها على الناحية التانية علشان تاخد لون من عند الصدر برضو. شايفين يا جماعة الفراخ هنا مستوية اهيت، بس هقلبها على الناحية التانية علشان تبقى اخدة لون من كل ناحية. هنحطها بقى تحت الشواية كمان 5 دقايق وهتطلع معاكم تحفة وشكلها جميل جدا. وطبعا قبل ما احطها تحت الشواية تاني هجيب الفرشة بقى وادهنها بالصوص بتاعها ده علشان تتحمر اكتر وتاخد لون حلو. وبس كده بقى شكلها بعد ما خرجت من الفرن. شايفين الحلاوة يا جماعة؟ بجد واخدة لون حلو جدا جدا ومستوية جدا جدا. تعالوا بقى علشان نقدمها كده في طبق التقديم. شايفين بقى الفراخ ماسكة نفسها بس في نفس الوقت هتلاقوها مستوية ودايبة جدا وطعمها بجد كان يجنن. والخضار ده بصراحة كان طعمه تحفة قوي قوي لانه طبعا اتشوى مع الفراخ فاخد بقى من طعم التتبيلة الجميلة دي. شايفين يا جماعة الفراخ هنا وانا بقطعها دايبة ازاي؟ بصوا شوفوا من جوه كده مستوية جدا وفي نفس الوقت طرية وجوسي كده مش ناشفة ولا حاجة. يعني ما تخافوش بقى ان انتوا بتحطوا الفراخ في الفرن وبتنشف منكم. جربوها بالطريقة ديت وهتطلع معاكم احلى فراخ مشوية ولذيذة وكمان طرية وجوسي. والخضار هيطلع مشوي وطعمه تحفة وكمان محافظ على شكله مش مهري ولا حاجة. وطبعا لو عندكم عزومة تقدروا تقدموها وهي سليمة كده بيبقى شكلها حلو قوي على السفرة وشيك جدا. وزي ما شفنا بقى طريقتها كانت سهلة جدا وتتبيلتها بسيطة جدا جدا بس طعمها بجد لذيذ قوي قوي. وبس خلاص كده بقى عملنا احلى فراخ مشوية بتتبيلة خطيرة ومعاها الخضار المشوي كمان. جربوها بقى واتمنى تعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير واشوفكم على خير.